هيكسب امتى؟ يعني الاهلي هيكسب امتى؟ هيفوز امتى ماتش؟ هو الاهلي بقى له كام ماتش لغايه دلوقتي ما فازش غير ماتش الاسماعيلي ده كان الاسماعيلي يعني ده شايف وضعه عامل ازاي؟ يعني ده المركز 21 وهو هابط هابط يعني الاسماعيلي. بس انت بقالك كام ماتش في افريقيا ما بتكسبش؟ يعني حتى النهارده وانت بتعمل كل حاجه في الكوره ما بتكسبش. هو المشكله فين؟ المشكله زي ما قال باريس كده في فيلم ثقافي. المشكله في السيستم، ولا المشكله في الجمهور، ولا المشكله في الاعلام، ولا المشكله في اللعيبه، ولا المشكله فين؟ هو الاهلي ما جابش مهاجم ليه لغايه دلوقتي يا جماعه؟ خير يعني. ما تقعدش تقول لي مروان عثمان، وما تقعدش تقول لي اوتاكا، وما تقعدش تقول لي كعبيش. ده الاهلي ما جابش مهاجم ليه؟ ده انت وانت في عز ما عندك وسام ابو علي بتدور على مهاجم. الاهلي لغايه دلوقتي ما جابش مهاجم ليه؟ اللي جابهم دول مش مهاجمين، ولا ينفعوا يشيلوا شعار النادي الاهلي، ولا يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي، ولا ينفعوا يعدوا من قدام بوابه النادي اساسا. فالاهلي ما جابش مهاجم ليه لغايه دلوقتي؟ يلا يلا، عندنا كلام كتير في الماتش. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا لسه قايل من شويه، هو الاهلي ما جابش مهاجم ليه؟ لا بجد، الاهلي ما جابش مهاجم ليه؟ ليه الاهلي ما جابش مهاجم عليه الطلا فينيشر، يحط حاجه من ال 40 فرصه اللي النهارده كانوا رايحين؟ بص هقول لك على حاجه. انا كنت جادد من يس توروب ده من فتره، تمام، بس النهارده عمل ماتش، يعني هو وصلك لغايه الست ياردة. فبس انت كاداره ما وفرتلوش مهاجم يفنش. انت كاداره ما وفرتلوش لاعب يحط جون. ما هو مش معقول الاهلي بكل المصاريف اللي بيصرفها، بكل الصفقات اللي جابها، بكل الامكانيات اللي عنده، مش عارف يجيب مهاجم كويس. مفيش عين تجيب مهاجم كويس يسجل اجوان. ما هو كده كتير. ما هو كده بقالك كتير. ما هو انت لما كان عندك مثلا واحد زي عماد متعب كان بيخلص لك. يا جماعه ده الاهلي كان في وقت من الاوقات عماد متعب واسامه حسني وفلافيو، وكان بيدور عليهم. الاهلي كان عنده في كل مركز 3 4 من المميزين. ما تقوليش هم دول اللي في الدوري، ما تقوليش ده، انا مش بتاعتي. انا عايز لما اتفرج اشوف الاهلي. انا لغايه دلوقتي، انا بقالي دلوقتي 3 4 سنين، انا لغايه دلوقتي ما اشوفش الاهلي. 3 4 سنين حرفيا ما فيش حاجه خالص من ريحه الاهلي. بس بيكسب، بس ماشي، بس بياخد بطولات. مش بطولات زي الاول، دوري وكاس وافريقيا وسوبر افريقي وسوبر محلي لا، هو بياخد له بطوله بطولتين في الموسم، مع كل المصاريف الخزعبليه اللي الاهلي بيصرفها. لكن ما فيش لغايه دلوقتي صفقات تليق باسم النادي الاهلي. مره تجيب له ياريو بادجي، مره تجيب لي برونو سافيو، مره تجيب لي لعيبه ما تعديش من سور النادي ولا تلبس تيشيرت الاهلي. فاللي هو ايه يعني؟ خير. تشكيل الاهلي لعب في حراسه المرمى بمصطفى شوبير، على اليمين محمد هاني، جنبه ياسر ابراهيم، جنبه ياسين مرعي. ياسين مرعي يا جماعه والله العظيم لعيبه ما تعدي قدام صوره نادي، والله لعيبه ما تلبس تيشيرت الاهلي ده اساسا. على الشمال كوكا، رجع كوكا تاني. تخيل جبت بالعمري وجبت شكري، كل دول وكوكا بيلعب عليهم. انت متخيل البؤس اللي انت فيه؟ طب المشكله هنا بقى، يعني مشكله الباك الشمال دي، عندك بالعمري وعندك كوكا من الاول وهو ما ينفعش اساسا، وعندك شكري وبيلعب كوكا برضه. فالمشكله فين؟ هل المشكله في اللعيبه مثلا اللي انت جبتها، يعني شكري اقل من الاهلي، ولا المشكله في المدرب، ولا انت بتجيب صفقات على مزاجك؟ 50 سؤال. كمل التشكيل. مروان عطيه في نص الملعب، لعب جنبه ديانج، لعب بن رمضان. على الشمال لعب بن شرقي، على اليمين لعب طاهر، قدامهم اوتاكا. طب انا من اول ماتش، يعني الحمد لله الفيديو ده لسه موجود، ولسه اوتاكا جاي في يناير. انا مش قايل اوتاكا ده مش مهاجم؟ ده زيه زي اوباما، ممكن يلعب وينج، ممكن يلعب تحت المهاجم، بس مش مهاجم. مش سويرو صريح، مش زي ناصر منسي، مش زي عدي دباغ، مش زي اسامه ابو علي، مش زي عماد متعب، مش زي فلافيو. مش مهاجم جوه فينشر. راجل بيقاتل، بيتحرك خفيف بتاع. شكله شكل راجل وينج، مش شكل راجل فيرود صريح بيروح ويخبط وبتاع. لا يا باشا، اي حد بياخده في ظهره. ولاعيبه كتير بقت نيه اساسا يعني. يعني انت عارف ايه المميز في امام؟ وليه الحته النادره دي؟ عشان بياخد الكره بوشه يطلع على الجون، عشان بيخش وبيعافر وبيدي كتف. ما عندكش لاعب في الاهلي بيدي كتف، كتف في كتف، ويحجز على الكره وينشف عليه. ما فيش الكلام ده. انت ما عندكش حد بيعمل الكلام ده. بدأ الماتش الاهلي بصراحه كان مهاجم من اول ماتش ومن اول دقيقه، وكان عايز يخلص من بدايه الماتش بصراحه للامانه. يعني كوره دي في الدقيقه 4 يقطعها بن رمضان من دفاع الجيش الملكي. رايح انت في اول ماتش وانت لعيب دولي وانت لعيب كبير
فوق في اي حته تقدر تلم، تقدر تعدي وتحطها عادي بكل مزاج وروقان، بس تحس ان هو مضغوط. انت بحس ان بن رمضان ناشئ عايز يثبت نفسه لسه، بيضيع انفراد وكوره كانت ممكن تفتح لك الماتش قدام خصم هو اصلا متكتل لك طول الماتش وبيلعب على هجمه مرتده، ومش شرط عنده يجيب جون قد ما هو متارجت في دماغه التعادل، وكان باين ناحيه الشمال بتاعتهم اللي هي اليمين عندك شوارع وما استغلتهاش. الماتش دوت لو استغلته صح، بقول لك على حاجه، انا ضد زيزو وشايفه بالونه، بس في المكان ده لو كان زيزو موجود غير طاهر، رغم ان طاهر عمل ماتش كويس، كان زمان زيزو استغل المكان ده بشكل كويس جدا، عرضيات وتسديدات وبتاع، حتى لو كان مستواه واقع كان هيبقى فرصه لزيزو والباك الشمال بتاعهم تعبان جدا انه يعمل عليه احلى شغل ويتصيط عليه احلى تصيط. دقيقة 6 كعب من بن شرقي بيلعبها لديانج بيشوطها كرة في نص الجون. دقيقة 6 أول ظهور للجيش الملكي، عرضية للجيش الملكي على الأرض، مروان كان هيحطها لنفسه بس شوبير كان واقف مسكها، برضه كانت في نص الجون. شوبير النهارده بالمناسبة هو نجم الماتش، شوبير ومروان عطية، مروان عطية من أحسن ماتشاته وطاهر من أحسن ماتشاته. بس أنا بقولك لو في حد أعلى من طاهر موجود النهارده مكانه كان عمل أعلى منه بكتير. بن شرقي لما لعبته مكانه ظهر بشكل كويس، في تأليف كتير هنجيله. دقيقة 9 بينية من مروان عطية يلعبها لأوتاكا بيشوطها في نص الجون كانت متطرفة. دقيقة 12 بن رمضان لبن شرقي بيشوط في المدافعين كانت على الأرض برضو. دقيقة 17 شوطة من بن رمضان بيشيلها تجناوي ولا تجنتاوي ولا اسمه ايه، تجناوتي حارس الجيش اللي بعد ربنا سبحانه وتعالى، والمدافع اللي شال كرة من على الخط برضه، هم دول نجوم الماتش بالنسبة للجيش، وبعد فضل ربنا هم دول اللي السبب في ان الماتش يخلص تعادل اصلا للجيش الملكي. دقيقة 18 هجمة خطيرة للجيش بيلعبوا عرضية بس ما حدش كمل منهم. الراجل رقم 7 دوت اللي كان بيلعب في نهضة بركان وراح لهم زهق حاجة اسمها محمد هاني ودفاع الأهلي، ولو كان حد بيضم عليه مهاجم مثلا كان ممكن يسجل له في الأهلي برضه. دقيقة 20 طاهر بيعدي ويشوط بشماله في السماء، قلت لك ناحية الشمال دي كانت شوارع طول الماتش ومحدش استغلها ومحدش عينه عليها. دقيقة 26 بينية مروان عطية بيلعبها لطاهر شوطها في الشبكة من بره. دقيقة 38 أخطر كرة للأهلي، طاهر تتلعب له بينية يعملها عرضية بره حلوة لبن رمضان يطلعها على المدافع من حلق الجون. عشان كده بقول لك الشوط الأولاني أنت عملت كل حاجة إلا إنك يبقى عندك اللي يسجل. وبن رمضان أول ما بيوصل قدام الجون تحس إن هو بيجي له كهربا، ما اعرفش، ولا مش كهربا اللي مشي من الأهلي، لا كهربا اللي هو بيتكهرب، عايز أخلص من الكرة وخلاص، عايز أحطها وخلاص. ما لعبش قدام جمهور الاهلي قبل كده بالكميه دي، مش عارف بصراحه. الدقيقه 38 الدقيقه 39 بن رمضان يعدي وبيعمل عرضيه لبن شرقي يريحها لياسين مرعي يشوطها تطلع كورنر، يخلص الشوط الاولاني بنتيجه 0-0 زي ماتش كل ما خلص بنتيجه 0-0. استحواذ وسيطره من الاهلي، كور عرضيه بتوصل للستة ياردة بتشوط على الجون وما بتسجلش، نقطه ضعف كبيره في ما اعرفش، حتى في الشوط الثاني لما نزل كام ماتش برضو الشوط التسديد على المرمى مش ما فيهوش غل كده، ما بتحطش الكرة بالشكل اللي لا مهاجم ولا مدافع يعني يشيلها. يعني الجون شال كور والمدافع شال كور. الكرة، عارف انت زمان لما كنا بنلعب خماسي او كنا بنلعب في الشارع، لما كنا بنلعب في الشارع كنا بنلعب صد رده، فكنت بتشوط الكرة سن رجله، فحد يقول لك لا ما تشوتش الكرة سن رجلك، ما تشوتش الكرة بسن رجلك، بلاش الكرة دي تشوطها بسن رجلك، دي بتروح سريعة قوية، جون مش جون واقف برضه بتعدي منه. الاهلي عنده مشكله كبيره وهفضل اقولها، فين المهاجم يا جماعه؟ يلا على الشوط الثاني. يبدا الشوط الثاني، كوره في الدقيقه 46 خطا من دفاع الجيش يقطعها اوتاكا، مش مهاجم المفروض يروح يدوس عليها ويروح ويشمعها في البعيده في ايد الجون برضه، انفراد وكل حاجه هو اللي عمله وكل حاجه، بس انا بقول لك هو شغل الراجل باين انه حتى في تحركاته اوتاكا بيميل للاطراف، مش مهاجم صندوق. انت ظالم وظالم الناس وظالم، وعامل صفقات سد خانه كتير قوي من احمد عيد اللي نازل بيضحك النهارده وهما بيتكلموا على صالح سليم، هنجي لها النقطه دي بعد شويه. دقيقه 62 كره من بن شرقي لبن رمضان لاوتاكا بيشوطها برده في المدافع، الكره دي اصلا يعني يمين جون شمال جون، لو مهاجم هو عارف هيحطها ازاي، يعني هو لو مهاجم عارف هيحطها ازاي، والكره في رجله تخبط في المدافع وتطلع.
ينزل امام عاشور ومن بعديه بينزل الشحات. دقيقه 65 بيستلم امام عاشور ويشوط بشماله. الكره كانت متطرفه من ناحيه اليمين، عدل بشماله كده وقام شاط. عشان كده بقول لك هو امام عاشور ليه مختلف، ليه مميز. امام عاشور مختلف ومميز عشان هو الوحيد اللي بيدوس على الكوره ورايح وشه للجون، وبيعرف يحجز بجسمه. كان رمضان صبحي بيعملها، وكان عماد متعب بيعملها. اللعيبه اللي هي كان عندها غل، لا الكوره بتاعتي انت مش هتاخدها غير لما تفنش الكوره دي باي شكل ايا كان، تخش جون تطلع كورنر، المهم انا هستفيد بيها. لكن اللعيبه دلوقتي بقت نيه، بقت اي حد يخش يقطع منك الكوره عادي خالص. دقيقه 69 بينيه حلوه طويله من امام لبن شرقي، عمل له حلو، كوره حلوه قوي، باصص ناحيه اليمين وقام لعبها لبن شرقي ناحيه الشمال. بن شرقي عدى بيها وشاطها طلعت فوق العارضه. دقيقه 73 شوطه لامام برضه فوق الجون، استلم وعزم وشاط. بس انت اللي بتضيع، انت اللي بتعمل كده، انت اللي بتعمل كده في نفسك. انت اللي بتبعد نفسك، انت اللي بتبعد حسن. لو اتمرنت 100 سنه هتيجي تلعب الماتش كانك لسه طالع فريق اول من امبارح، كانك لسه في اول ماتش ليك في الناشئين. مفيش يا حبيبي، مفيش حساسيه ماتش، مفيش رجل معدوله، مفيش نظره للجون. مهما اتمرنت، مهما اتمرنت، مش زي الماتشات، مش زي مواقف الماتشات، مش زي ان انت بتشوط وانت مش معدول 100% او انت مضغوط عليك. حتى لو الموقف ده بيتعمل لك في التمرين غير. امام هو اللي بيعمل في نفسه كده. دقيقه 75، دقيقه 75 بينزل كاموتش. دقيقه 77 اخطر كوره للجيش الملكي، الكوره بتتلعب عرضيه بيلعبها الراجل بالهيد، تحت صدت من فوق مصطفى شوبير. بس كان مصطفى شوبير انا بقول لك واقف مكان كويس، وطول الماتش واقف في اماكن كويسه، حتى لو كان الكور اللي راحت عليه مش كتير بس كانت خطيره. بس ده طبعا مش معناه ان الجيش الملكي قوي. هي حتى المجموعه كلها، اذا كان الاهلي ولا الجيش الملكي ولا حتى الفرقه بتاعت الجزائر ولا الفرق الثانيه، برضو الفرقه بتاعت الكونغو دي فرق تعبانين يا جماعه، تعبانين يا جماعه. مفيش ما انا مستغرب برضو الناس دي حتى امكانياتها مش زي الاهلي. طب انت محتاج ايه علشان انت تنزل تسافرت الفرقه دي؟ انت النهارده كنت تلعب في الست ياردة. دقيقه 78 شوطه لديانج في المدرجات. دقيقه 85 عرضيه بالمقاس من بن شرقي على دماغ كعبيش ده ولا كموش ده، وبيعمل حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. يعني هقول لك على حاجه والله، انا عملتها قبل كده وانا لسه بلعب كوره. بس عملتها جت جون، اللي هو انا ريحت دماغي لورا كده فالكوره نزلت على دماغي على اساس انها تريح من دماغي للجون. تمام. ودخلت جون، كلنا قعدنا نضحك. بس انا حطيتها حلو. ده بقى عامل نط بزاويه وبجنب، مش مهاجم بقى، الكوره مرفوعه العرضيه، الكوره طاهر بصراحه عامل له عرضيه دوا. كان طاهر، لا ما كانش طاهر، من شرقي. من شرقي عامل له عرضيه دوا. مكانك، اطلع اركب في اي زاويه جون. طلع بالجنب كده، والكرة جايه لك كده. انت لو واقف مكانك بتوجهها جون، لو واخد خطوه لورا وطلعت هتركب الكرة جون، واي وضع جون الا الوضع اللي عمله ده. طب انا الغلط من مين في ده؟ انا لسه في اول الفيديو انا قايل لك هو فين المهاجم؟ فين المهاجم؟ فين اللعيب اللي يفنش الكور دي؟ بن شرقي عمل كور كتير، بن رمضان عمل كور كتير، من احلى ماتشات بن رمضان. بن شرقي من احلى ماتشاته، رغم ان ارقامه بالنسبه للارقام اللي كان جاي فيها من الزمالك مش هي، مش ده بن شرقي. يا لاعب مخلص يا لاعب ناشئ لسه بيطلع، فهو في سنه دوت بالنسبه لي لاعب مخلص. لكن برضه عمل ماتش حلو، بن رمضان عمل ماتش حلو، طاهر عمل ماتش حلو، مروان عطيه عمل ماتش عالمي بالنسبه للبيانات والكور اللي على الارض والكور الطويله اللي كان بيلعبها. بس فين يا جماعه؟ فين الاجريسيف على الجون؟ فين الكوره اللي على الجون؟ فين الفينش يا جماعه؟ فين ترجمه كل الاستحواذ وكل الخطوره اللي انت بتعملها دي لجوان؟ مفيش. خلص الماتش 0-0. الاهلي كده كده صعد. بص انا بتكلم الكلام ده كله ان الاهلي صعد، ان هو كده كده الاهلي صعد وصعد اول. بس انت راضي عن الاداء؟ انت راضي عن الشكل وعن المنظر؟ انت راضي عن اداره الراجل للماتش؟ انت راضي عن المهاجمين والصفقات اللي الاهلي جابها علشان يحسن بيها الجانب الهجومي؟ ما دي فلوس بتدفع، وتبص تلاقي حاجات غريبه بتحصل. يعني كمويش ده جه اعاره. هو اصلا المهاجم انت عشان تكتشفه وتعرف اذا كان مهاجم كويس ولا لا، فانت المفروض على الاقل على الاقل تديله موسم كامل تحكم عليه. يعني الراجل جه في يناير، اعمل الاعاره يا سيدي لغايه يناير اللي جاي. واحد زي مروان عثمان ده اعاره،
وتقريبا مش بنيه البيع، اللي هو لما تيجي تشتري بعد كده بقى، لا تعالى لي بقى اساومك، اللاعب تالق معاك هساومك، لا ما تالقش معاك وانت لسه شايف محتاج، لا ادفع بقى زياده. نفس الغلطه اللي كان بيتم بيها التعامل مع موضوع رمضان صبحي، جالك بعد ما كان في انجلترا فبقى كويس، بيراميدز خده، اللي هو انت برضه انت ممكن تفتح الباب لمنافسين تانيين يخشوا وياخدوا منك الصفقات اللي جبتها وطلقت معاك. واحد زي اليو ديانج، لا غنى عنه يا جماعه، انا قلت 100 مره الراجل دوت ياخد اللي هو عايزه، اليو ديانج ياخد اللي هو عايزه، تخيل كده معايا، تخيل كده معايا واحد مثلا بالجوده بتاعت اليو ديانج دي، تمام، المفروض ان هو لو بيلعب في نادي في اوروبا مثلا او في افريقيا، هتجيبه بكام؟ 3 4 مليون صح، وهتدفع وانت زي الباشا، ده انا جايب اليو ديانج لاعب منتخب مالي الاساسي، نص ملعب تقيل ملوش حل، كورته حلوه وقوي وبتاع، صح؟ صح. طيب هتدي له مرتب كام دلوقتي؟ مش اقل من مليون ونص، فتح كلام. طب تخيل المصاريف دي كلها انت هتوفرها بانك تحافظ على نجم عندك، انت بقى ما بتحافظش عليه ليه؟ هل اليو ديانج خساره فيه الفلوس؟ اي اهلاوي ايا كان بيفهم كوره او ما بيفهمش هيقول لك اليو ديانج دوت حلال فيه كل قرش يدفع فيه، صح؟ ما بتديلوش ليه اللي هو عايزه وتحافظ عليه والراجل مقتنع بيه. لو المدرب ماشي، لا عادي مفيش مشكله، اليو ديانج يمشي بقى ويجي مدرب يختار صفقات ويبدا على اللي موجودين، وتبدا بقى ان انت تحسن وتبدا تدور على لعيب تاني زي اللي انت بتمشيه دلوقتي ببلاش، اللي هو نفس فكره زيزو، خلي بالك. بس في الاهلي مفيش اعلامي يضخم الموضوع، لكن هو نفس الفكره، لعيب دولي، انتوا تسويقيه كبيره، انت فشلت في انك توصل معاه لاتفاق ومشي، ولا منك بعته واستفدت بفلوسه وجبت لاعب احسن منه، ولا منك جددت للاعب وقعدته معاك، صح؟ نيجي للتقييمات. مصطفى شوبير 9. هتقول لي يا عم هو ما جاش عليه كور كتير، بس كل الكور العاليه تم التعامل معاها بشكل كويس، وخلي بالك ده بيفرد ايده، خلي بالك بيفرد ايده. محمد هاني 3، ما لشتلوش اي وجود على المستوى الهجومي ولا الدفاعي، يعني حتى الناحيه بتاعته وهم ما عندهمش، هم ما بيهاجموش ما بيضغطوش، ما يعني هو انت شفت مستواهم حتى على ملعبهم عامل ازاي، ومع ذلك هو الراجل برضه نفس الفكره كده، ما ولا هجوم ولا دفاع من اقل ماتشات محمد هاني، رغم اني مصر ان هو من افضل لعيبه الاهلي الموسم ده واكثرهم ثبات للمستوى، الاوفر بتاعه اتحسن، ما اقدرش انكر حاجه زي كده. ياسين مرعي 3، مش مستوى النادي الاهلي. ياسر 5، عمل ماتش كويس بس مش مستوى ياسر اللي احنا عارفينه. مروان عطيه 8، عمل ماتش عالمي، عمل ماتش عالمي 8، مروان عطيه ياخد 8 مستريح، واتمنى ان هو لو مع الاستمراريه ويفضل كده ياخد اكتر من كده كتقييم. ديانج 6، بنسبه كبيره مش مركز، التسديد بتاعه بقى ضايع. بن شرقي 7، بن رمضان 7، الاثنين عملوا شغل كويس قوي، كان في ربط ما بين الاثنين ووصلوا لغايه ال 18 بتوع الجيش الملكي. طاهر محمد طاهر 8، احسن ماتش شفته لطاهر تقريبا من ساعه ما جه الاهلي. اوتاكا 2، 100 مره قلت لك مش مهاجم، مهاجم فين؟ 100 مره. امام عاشور 2، هو اللي عامل في نفسه كده. حسين الشحات لا تقييم، نازل في الاخر برضه. كمويش قرايش، كمويش كعبيش، كمويش مفيش تقييم، مفيش، اديله ايه يا عم؟ اديله إيه؟ انت مش شايف البؤس؟ الاهلي صعد، مبروك للنادي الاهلي. اتمنى يتم التعديل الفتره اللي جايه، لان الاداء ده كده وانت رابع الدوري وانت صاعد بالشكل ده وانت بقالك مده طويله ما فزتش، عيب قوي في حق النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي، شكرا لكم، السلام عليكم.